فرصة في الشغل. فين بقى كده؟ عند المجلس. المجلس فين قاعدين فين؟ السلام عليكم. تمام؟ مش هم قاعدين هنا؟ حمام ده فين المجلس؟ هم فين؟ لا ده انا كنت مدي معاك وقع بالصدفه يا اخي. ماشي محمد بيه اتفضل يا فندم. دلوقتي في وقت الهزار وفي وقت اللي غير هزار. عايز تتخانق معايا اتخانق معايا انا. ما تتخانقش مع النادي. عدم قيد الولاد النهارده هيعمل كارثه. طب يا فندم احنا من اول الشهر بنقول ان في قرار مجلس اداره ماشي معاك. لان الاتحاد ما فيهوش فلوس. ماشي. كل الانديه اتسلت وكل الانديه دفعت. طيب. اللي دفع 25%. يا باشا ما انت عارف ان النادي محجوز عليه. انا محجوز على 70 مليون. هل انت تصور محمد بيه ان انا هتاخر؟ محجوز على 70 مليون. ويقول لي هات كاش. انت عارف ان المخالفه اللي جات لنا احنا كنا بنحط الفلوس في الخزنه. فانا اعمل لك بقى حاجه تريحك دلوقتي. انا ليا الراجل ده لسه بدي اسوان دلوقتي 5 مليون جنيه من ما ساعه. حصلش يا محمد بيه. ما الراجل واقف تحت، ما هو قريبي اساسا. ما انا عارف ان ما حصلش. طب ما هو قال لي والله وبعدين يا ليه واخد شيك. وبعدين سبتك يعني الساعه 11 دلوقتي، يعني ده انا جاي بالصدفه. طب اقول لك يعني اساسا انا عشان نخلص من الموضوع ده. اتفضل. يا بيه عملت ايه؟ يا بيه عملت ايه؟ هعمل لك حل انا جميل. اقعد يا اخ وليد خلصنا. قول يا بيه عملت ايه؟ طب يلا لا وليد العطار قدام اهو. فين هو اهو. والاستاذ محمد بن الوفا عند مجلس الاداره قدام اهو. سعيد اهو قاعد قدام اهو. عايش بلاخهم ايه؟ لا طب تديني دقيقتين يا باشا اكلمك. دقيقتين بس يا باشا. انا هريحك بقى. طيب بعد اذنك. عشان اصل لازم العيال هتأيد اسمعك. انا هكتب لك جواب دلوقتي. تمام؟ انا ليا عند الاتحاد بتاع ده الشركه الراعيه اللي هي تبع الدوله 60 مليون. خلاص؟ انت كان انا عامل لك شيك بكام؟ انا لسه ما شفتش كده. 5 و2. لا سيبك من الرسوم. خلينا في 5. هكتب لك دلوقتي حوالي حق ب 10 مليون. تصرفهم يوم لحد منهم. وهطلب لك بتوع الشركه دلوقتي. ايه رايك؟ خد راي المجلس بقى. أنا انا عندي قرار مجلس انا بنفذه لا اصل بص التنفيذ ده هيولع في الدنيا. هيولع الدنيا صدقني. انا بقترح اهو. كان 5 مليون شيك عامل له حوالي حق ب 10 مليون ياخدهم من الشركه الراعيه يوم الاحد. اهو دي الشركه الراعيه اهي. الشركه فلوسها موجوده. اهي. بسم الله الرحمن الرحيم. لان الموضوع يا جماعه الموضوع فيه هزار جماهيري. يقول لك عشان الاهلي مش عشان الاهلي هندخلنا في مشكله. ممكن خالد بيه سيد. خالد بيه ايه؟ بقول لك يا استاذ جمال تليفونه تقريبا مقفول. كويس. انا بكلم الراجل اتصرف. بيتكلم دلوقتي بيقترح بقول لك ايه يا حمد دلوقتي كلمت مين؟ سيف؟ طيب هعمل الاتحاد دلوقتي حوالي حق الفلوس اللي هي عندكم يسلمهم لهم يوم الاحد. ما تدومليش انا واخصمهم من مستحقاتي. تمام كده يا استاذ محمد؟ ده مين ده يا فندم؟ ده المدير المالي بتاع شركه ده يمشي الكلام ده يا ست المستشار؟
لو يرضى المجلس ماشي. لا الكلام ده مش همشيه، انتوا مش هتبصوا لي لبعض. ما لا- هيتأيدوا يعني هيتأيدوا وتحملوا المسؤولية قدام الناس. أنا بقول لك ده المدير المالي أهو. يا ست المستشار عامل لك جواب هو حضرتك عشان تعرفوا اتحاد الكورة انتوا بتهزلونا، أنا مش فاهم يعني. هو دي تصفية حسابات بيني وبينكم. مفيش مع إن أنا ما جبتش اسمك خالص، جنبتك. احنا معاك وليك طب أنا عمال أقولها ده. نادي الزمالك والنادي الاهلي وكل الانديه. تمام من انما فضلك. احنا من اول يوم في الشهر يا ست المستشار يا باشا محجوز عليا. كل الناس. طب يا ستك ما انت دافع للناس يا ست المستشار. مين الناس اللي هدفع لهم واخدين شيك؟ ناس محترمة واخدوا الشيك. أنا محجوز عليا. نقدر الظروف يعني. اهو ده المدير المالي بقول له اهو هكتب لك ورقه رسميه يحولهم لك يوم الاحد. مطلوب مني حاجه تاني؟ المدير المالي اهو سمع كلامي. سيادة المستشار عايزين نخلص. يا باشا اديني ورقه دلوقتي اكتب لك. المجلس ده يتعرض على مجلس الاداره هو على طول، ومفيش مانع لو هم يتحولوا. وهنجيب المجلس ده هو منين؟ على التليفونات اهوت موجود. اتفضل يا باشا. وانا ماشي الكلام. خلاص قول لهم المقترح بتاع انا بقول يا جماعه هتحصل مشكله. هتحصل مشكله كبيره اكبر من جمال علام 100 مره. دي جماهير بالملايين. سيادة المستشار هتحصل. انا بقول اهو العيال دي لو ما اتأيدتش انا طلب مني من جمال علام اتفق مع الاخوه هدفع 5 مليون بشيك واكتب جواب. واكتب جواب ان انت اعملوا لجنه لان طلع فيه 28 مليون جنيه زياده المره اللي فاتت وتصفي. تمام؟ الموضوع ما فيهوش هزار. حضرتك مش هتأيد. انا بقول لك الدنيا هتولع. انتوا بتذلونا؟ لا يا معلم مش امال في ايه؟ مفيش ذل ولا حاجه. امال ايه؟ مفيش ذل. حضرتك اتحاد كوره خدمه الكوره ولا عشان نصفي حسابات؟ لا ماليش. مش وقت تصفيه حسابات. هي ماهيش تصفيه حسابات. امال ايه بايه؟ انت عارف ان انا محجوز عليا ولا مش عارف؟ يا باشا مش تصفيه حسابات ولا يا بيه انا محجوز عليا. محجوز بس انت كلامك صح. 70 مليون محجوز عليهم في البنك. بعد كذا مره على الفلوس دي. انا بيه بتعهد. يتم تسويتها. انا اللي بتعهد. خلاص بقى اللي فات مش انا اللي بتعهد. يعني يوم اسمعني بيه. بنفسه بيها. يوم الاحد حضرتك بعت لي حد من الاداره الماليه وحضرتك مستشار قانوني. تمام. نقعد ليك 5 جنيه 10 جنيه نعمل لهم جدول. المبلغ ده موجود بعيد عن بعيد بص يا مرتضى بيه، بعيد عن العصبيه وبعيد عن اي حاجه، الموضوع يتحل. هو الاستاذ وليد مع مجلس الاداره هو بيتكلم عشان القرار اللي موجود. لو هيتحول الفلوس ديت يوم الاحد من الشركه الراعيه ماشي. هكتب لك جواب دلوقتي. مجلس الاداره يا حمدي هات الوقت دلوقتي هبعت لهم جواب. دلوقتي انا اللي همضيه هتحول لهم المبلغ اللي قلت عليه يوم الاحد لصالح اتحاد الكوره واقسموا المستحقات اللي ليا. انا غلطت يا بيه. اهو ده المدير المالي كلمه عشان تتفق معاه. هو اتفضل. لا يا باشا ما انا سامعه هو. طيب ما انا سامع المدير المالي. طب ولو ما تحولوش يوم الاحد يا مرتضى بيه؟ اعتبر تاني القيد كان لم يقع. عايز حاجه تاني؟ اعتبر القيد كان لم يقع. جاي بنفسه خلاص بقى. انا غلطان؟ خلاص بقى. والله هو الاستاذ وليد بيعرف اهوت واعتبر القيد ده لم يكن. لا القيد موجود لانه هو كده. انا بعمل ايه؟ الولد بقول لي ايه؟ انت مش مصدق الراجل بيكلم راجل؟ لا مش حكايه كده. مش حكايه وانا اصلا ما كنتش طايق اجي هنا. ليه؟ لا مش معقول انا اقدم شكوى ضد لاعب قايل لي هدف منحرف اسمه كهربا انا اللي اتحول التحقيق. يا مرتضى مش ممكن. يا مرتضى خلي الموضوع ده. كان امتثل اللاعب وكان هياخد عقوبه. خلي الموضوع ده على جنب. طب ايه؟ خلي الموضوع ده على جنب. ما اللاعب كان امتثل وكان جه وكان هياخد عقوبه. محمد بيه بعد اذنك هل ينفع الجوابين يروحوا مع بعض انا وهو؟ انا بسالك سؤال. انا بسالك سؤال يا مرتضى انت دلوقتي لما تبعت لي وليه في وقت واحد انت بتهن انا. يا مرتضى بيه انت شاكي ومشكو في حقك مش كده؟ تمام. تعالى قول اقوالك. يا باشا فين؟ قول اقوالك. يا راجل انت راجل قانون قديم. ايوه قول اقوالك. ايه انت ما المشكله؟ شفتش الاداره العليا قال لك لا يجوز اللي يحاكموا الجمعيه العموميه؟ لا بس يا وليد خلص عشان احنا ايه؟ هو هيعرض هذا الكلام وانا هعتمد دلوقتي التعهد. هو انه جه بنفسه مع عمرو الشرطه يعني. ايده دي مش سهله يعني. ايه؟ حل المشكله السنه بكام دول؟ ماشي تتحل المشكله بما يتفق مع العداله الكل. يوم الحد لو ما حصلش يا استاذ وليد عايزين نادي. الرئيس قال لك طيب
بالك يعني لغايه قلت له ما يوم الحاج ما خلصش ممكن ما تحمل المسؤوليه. هو مجربني وعارفني يعني. وبعدين جاي بنفسه يا خلاص بقى ده مش هزار بقى. ومش طايق اجي هنا، مش طايق. ليه مش طايق تيجي ما هنا ينفعش ليه؟ تبعت لي جواب انا والواد في جواب واحد. اشرب ايه المفروض؟ لا مش هاخد حاجه، لا ماشي والله. ممكن تاخد حاجه يا عم لا خلص بس يلا. وهات لي يا ابني ورقه اكتب لك. هات الجدوله بتاعتك ديت. لا اكتب لك على الجدوله نفسها. تمام؟ انما جماهير بالملايين، انا او الاهلي او اي حد لعيبه مصروف عليها ملايين. على فكره مين اللي بيدفع بقى؟ الشركه الراعي على فكره. اللعيبه دي كلها بحاول اعمل تحويل شركه محترمه بتحول لهم على طول. كل اللعيبه دي احنا على بنقعد نكلم واحد واحد بجسمك التخين ده. اتحاد الكوره بيصفي حسابات معايا. لا ابدا والله العظيم ما حصل. والله ما حصل. طلعوا جماهير، بس طلعوا جماهير النادي من الخناقه اللي بيني وبينكم. اقول لك ليه بقى؟ ايه وانت عايز تتخانق ليه؟ اقول لك ليه؟ اصل احنا هنصطلح في يوم من الايام. طب انت حضرتك عايز تتخانق ليه؟ انتوا عايزين تتخانقوا ليه؟ اهو هو المجلس اللي بيطلع يغلط في المجلس؟ يا باشا انا مش صغير عشان تحويل التحقيق. يعني انا بسال حضرتك مجلس اداره الاتحاد هو مجرد يبعت ورقه تعالى حقق معاك بيغلط. لا يا باشا بص يا مرتضى انت حضرتك استاذ قانون. انت بتقارني بين عيل انت استاذ عمل كده جامد انك تبعت له يا باشا انت حضرتك استاذ التحقيق يجي بموظف يحققها. ده انت سعادتك اللي عملت اللائحه بتاعه الانضباط والاخلاق ماشي. في الجمعيه العموميه اللي كانت في الهدف ماشي. وحطيت فيها محاسبه اللعيب والاداري والحكم والمسؤولين. مش رئيس نادي. لا انا هقول لحضرتك اللائحه سنه كام؟ اللائحه 2019 في حكم ب 2022 انك لا تملك لا انت ولا اللجنه الاولمبيه الهيئات الاربعه حد يحقق حد فيهم. اللي يسال جمعيه عموميه. لا افترض ان جمعيه عموميه افترض الاستاذ يا مرتضى بيه ثانيه واحده جمعيه عموميه للنادي. لا يا باشا جمعيه عموميه للنادي يا باشا ما هو النص كده لجنه جمعيه. ايوه الجمعيه العموميه بتاعت حضرتك بتاعت اي نادي هي اللي تحاسب مجلس الاداره والنادي. برافو عليك. طب وحضرتك لما تغلط في مؤسسه رياضيه يا باشا اعمل بلاغ ضدي. لا مش المحكمه قايله كده. في فرق ما بين العقوبه الرياضيه والعقوبه الجنائيه. يا باشا المحكمه قايله كده، ما انا كنت واخد عزل انت ناسي. العقوبه الجنائيه دي عقوبه ايه؟ والعقوبه الرياضيه. تمام. المحكمه قالت لك لا يملك. لا العقوبه الرياضيه دي حتى تبع الاتحاد الدولي. خلينا مش في الموضوع ده، انما الاتحاد هو شرط سجلات الاتحاد يعني نعم العقوبه اساسا انتم موقعين على زي ما بتقولوا شرط من سجلات الاتحاد. دي عقوبه رياضيه. على مين؟ هتشتبوا المشروع مرتضى بالسجلات الاتحاد؟ لا الشطب. ايوه الشطب جمعيه عموميه. يا فندم انا جاي لك اهو، انتوا كاتبين كده عقاب رئيس مجلس الاداره واعضاء مجلس الاداره من ضمن العقوبات شطب من سجلات الاتحاد. لا ازاي؟ لا فين دي مكتوبه فين؟ شوفها يا فندم. لا الماده 24 انا حافظها والله لا شوفها. حافظها كويس قوي. ماده 24 ما فيهاش كده يا باشا. لا العقوبات التوبيخ الايقاف غرامه 50,000 منفردين او مجتمعين وسداد قيمه التلفيات. خلي بالك برضه. لا دي في حاجه ثانيه. دي في الشغب يا باشا ما تشوف بس يا باشا. حضرتك مش هي دي القضيه. مش دي القضيه بتاعتنا. بس شوفها برضه. مش دي القضيه بتاعتنا. محمد بيه يا كابتن المحكمه استندت خلينا مش موضوع مش موضوع. ما انا بس برد ان الدكتور مش عايز عايز اخلص. نركز هنا يا عشان باشا احنا مش هناخد 3 دقايق بس المجلس يديني اوكي. وكل لسه ما ادالكش اوكي. ما والله لسه معظمهم ما عادش بيرد. خليك مع استاذ حميد. معظمهم ما بيردوش. يا ابني اديني جواب ورقه ادي لك حوالة حق. دلوقتي معايا الاستاذ حمدي المدير المالي هيقول الشركه وايد الولاد. بس تجيب يا ابني الجواب. اديني هات اعملوها دلوقتي قدام سياده المستشفى او سيبه انت ولا نجيب. سيبه يا سياده المستشار بتاع التعاون وانا اكتبه لا حضرتك اللي اكتبه اهوت وهيبقى ليه لمجلس الاداره والموضوع يتحل. بس هو الموضوع كله زي ما اتطبق على جميع الانديه. يا بيه بقول لك محجوز على حسابي. اعمل ايه؟ هو حضرتك مش متابع؟ محجوز على 70 مليون. مصر كلها عارفه الكلام.
وما قدرش يحط جنيه في الخزنه لان المخالفه لما اتحليت قال لك بيحط فلوس في الخزنه. يعني انا اللي متكتف احط فلوس في الخزنه، الوزير قال لك ممنوع عمل لي مخالفه. احط فلوس في البنك ممنوع بس حجز عليه، اعمل ايه؟ اول حاولت الحق قال لك من جوه من بره بره. الله، هيعمل ايه طبعا؟ يا باشا. الو الو. اكتب الصيغه. يكتبها الصيغه انت يا سيدي. يكتبها. لا 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 يكتبها. ما القانون القانون برضه يكتبها. لا يكتبها بخط ايده. الصيغه اللي تضمن الحق يا سياده المستشار. يا باشا معالي المستشار ما يكتبها. يكتب الصيغه اللي هو شايفها عشان يا باشا لو قلت له دلوقتي بعمل له حوالة حق بالفلوس اللي عند الشركه الراعيه، واخد بالك، يوم الاحد يتصرف كذا، قلت له اعمل لي جدول ونتعهد ان احنا نعمل جدول. انا في الاتحاد دلوقتي. ايوه هيحصل كارثه، انا بقول لك وحياه المصحف يا سياده اللواء تحصل كارثه. قول لي سياده الوزير اوكي؟ لا، هو اللي بيقوله انا اللي بعمله دلوقتي. هو اللي بعمله اهو حاليا. همشي بجد، بس ماليش مصلحه. همشي عشان البلد وعشان همشي. ناس مش خايفين على البلد، طب انا مالي؟ الكود هيقفل يا جماعه، السيستم هيقفل. انا بحذر، السيستم هيقفل. يا جماهير الزمالك في تعنت في اتحاد الكوره وتصفيه حسابات من حازم امام وجمال علام، بقول اهو. ونص ساعه بالظبط هطلع بيان وابعته للقناه كلها. يا جماعه خلاص الرئيس بنفسه جه ايه ده؟ انتوا بتذلونا؟ بتذلونا؟ في ايه يا جماعه؟ في ايه؟ معقوله لعيبه زي دي بملايين تقعد في الشارع؟ الزمالك ما هو نادي عايزين تقولوا المطار منصور جنه الله وعملنا معاه كذا؟ انا عايز اعرف بس بتزعق ليه؟ عشان اطفال. ليه؟ انتوا مش واخدين بالكم؟ في ملايين، في جماهير بالملايين. جماهير بالملايين على راسنا من فوق، ونادي الزمالك على راسنا. لا مش على راسي دلوقتي يا سياده المستشار. ليه؟ لا مش على راسي. ليه؟ مش على راسي. ليه؟ انا عمال افهمك. الفلوس محجوز عليها في البنك عشان سياده النائب بيقول لك احنا بقالنا كذا شهر احنا ما نقدرش نحط جنيه في الخزنه. ليه؟ علشان الوزير عمل لما اتحليت رقم واحد حط فلوس في الخزنه. تمام. في قرار مجلس اداره للاتحاد، الاستاذ وليد العطار المدير التنفيذي بيراجعه. بس بيراجعه اهو بناء على عرض حضرتك. بس بعيد عن النرفزه وبعيد عن اي حاجه. ما عادش وقت. بس في لا هو اللعيبه على القايمه، اللعيبه على القايمه. نعم؟ اللعيبه على القايمه الناس بس يدوسوا اوكي عليها. طب هي انت تعاون ادوس انا. وخلاص. يا انتوا مش عايزين تأيدوا ليه؟ تقول لي عايز امشي. ليه مش عايزين اعيدهم؟ ليه؟ كريم خلي القناه تطلب جنة عشان في كارثه. خليهم يطلبوا. تصدق وتؤمن بالله عندي أندية في سوهاج انت مش كنت وفي جنة وفي جنة مش كنت بتحكي وانت حكيت امتى؟ اللي عليه 8000 واللي عليه حكيت امتى؟ قالوا حج معانا في 2007 وهنا مريد. لا ده كان حج عالمية. حجه عالميه. حجه واحده؟ حج يا راجل بخمس حجات. حجه عربيه وحراسه. حجيت كام حجه؟ كام حجه؟ الشعبيه كلها حجه بدعاء هي حجه واحده اللي امرنا بيها ربنا سبحانه وتعالى. طيب ربنا يتقبل يا رب. أندية اللي عليه 8000 واللي عليه 7 واللي عليه 6. واقسم بالله العلي العظيم واقسم بالله على الترابيزه دي ما رضيوا يستثنوهم ولا رضيوا ياخدوا ال 10%. طيب انت مستوعب اللي انا قلته؟ ايوه. فلوس في البنك 70 مليون اتحجز عليها. احنا واخدين القرار لنا شهر يا سياده المستشار. يا باشا محجوز عليها بلد ايه؟ بقى 3 شهور محجوز على هي. ورايحين لوزير الماليه وجاي له وزير رحنا وزير الماليه. عملنا البدع.
كان معانا انا بريده وكان معانا احمد منير محمود معروف، لا حاجه جامده. خمسه عملت حوالي حق ب 10 مليون من فلوسنا اللي في الشركه الراعيه اللي تبع الحكومه لاتحاد الكوره. مظبوط كده؟ تمام. ينفع الكلام ده؟ وصور له ابن الشيخ اللي انت بتقوله. لا حازم بن باشا. في 3 مليون دولار داخلين لنا كمان. الفلوس في الفيفا 300,000 دولار جايين على عليكم بتوع جزيري وفرجاني سيسي. فيعني عندنا فلوس بره، كل ويك فلوس بره، فنمشي الدنيا. طول عمرنا بنساعد من الدنيا بتمشي. القوام المركز واحد. تمام. القوام المركز واحد. بص انا اصلا محرج لسنة. هعمل لي الجواب بتاع ايوه يا ريس. تمام. تمام. هات الجواب الثاني بتاع 9 مليون. 300,000 دولار؟ هنا هتولع. وحياة المصحف هتولع والمصحف هتولع. يا باشا فاضل ربع ساعة يا باشا، فاضل ربع ساعة. وبعدين عملت له حوالة حق ب 10 مليون الشركة الراعية هيستلمها يوم الأحد، وكلمت مدير المالي قال لك هبعته له، هو كان طالب 5 مليون وعملت له تنازل عن 9 مليون. واخد بالك الفلوس دي جايه لنا من عشان الواد لعب في كأس العالم اسمه سيف يعني. طيب شوف عندهم يعني هيهمهم ايه؟ الدنيا عارف المشاكل اللي انت الفلوس اللي محبوس عليها في ايه؟ انا خلوا مش هينفع هيطلع بعض بكره. ايه بيه اتفضل. ايوه بيه سامع اتفضل. ازاي على طول قول له لا عشان انا خناقه في خالص الكوره. لا قول لي لا قول لي ايه الخاصه قول انا معاك اهو. ده هو اللي حصل. طب دلوقتي يعني حالا اجيبهم منين؟ طيب اتحملوا بقى المسؤوليه. لا خلاص انا ما مش حاجه في ايدي اعملها. انا يعني اخر كلام ده الكلام اللي عندي. ده اخر كلام عندك؟ ده من هو قراري؟ اخر كلام؟ مش قراري. طيب انا اجيب بقى 10 مليون منين دلوقتي؟ لا ما هوش قرار. اجيب ال 10 مليون منين دلوقتي؟